كان في تشالنج مختلف شويه. المشروع ده كان عندنا بيزمنت وارضي واول، ومساحه الارض كبيره جدا. الارض كبيره جدا ومساحه البنى كانت قليله. بالظبط. والكلاينت كان ليه يعني طلبات ان هو محتاج يزود مساحه المباني. واحنا مش عارفين نبني على وش الارض يعني. فاحنا جات لنا فكره بما ان الارض كبيره، فابتدينا نخش تحت الارض. ده البلان بتاع الجراوند بالظبط. وفتحنا انجلش كورت كبير عشان ينور لي البيزمنت، وابتديت اوزع حوالين دي الرسمه البيفور. ده اللي تحت الارض اللي هو البيزمنت الاساسي بالظبط كده. طبعا رحنا ضامنين المساحه تقريبا تقريبا في حدود 70% من مساحه الارض. تقريبا 70% من مساحه الارض. وفتحنا الفتحه بتاعت الانجليش كورت الكبير ده، وابتدينا نوزع الفراغات اللي احنا عايزينها حوالين، بحيث تبقى الاضاءه الطبيعيه داخله والتهويه والشمس. وفتحنا سكاي لايتس كمان في حتت معينه زي الاندور. مشروع جديد خالص تحت الارض بالظبط. فاحنا طلعنا تقريبا مساحه قد مساحه الفيلا في الثلاث ادوار اللي كانت موجوده قبل كده، عملناها تحت الارض. هي الفكره في التحدي يعني في المشاريع اللي زي كده، انت ازاي هتستغل المساحه، وازاي مش هتخلق بدروم مضل. ما هو انا ممكن ازود البدروم، بس انا فكره الفتحات اللي هي تبقى انجلش كورت او سكاي لايت عشان تدخل تهويه واضاءه طبيعيه، هي دي اللي بتدي روح، او هي دي اللي بتشغل المكان وبتخليه فعلا انا هستخدم البدروم، انا مش هيبقى مخزن او هيبقى مساحه مظلمه. فدي كانت من يعني الحلول او من المشاريع اللي فيها تشالنج شويه، انك تطلع حاجه تبقى مستخدمه فعلا.